وكونها صاحبة السبق في هذا المجال. وأحسب أن التظاهرات التي لمستها من كثب عبر شاشات التلفزيون ومن خلال الاتصال ببعض المفاصل ينبغي أن نميز بين نوعين من التظاهرات: تظاهرة تستهدف تغيير النظام، وظاهرة أخرى تستهدف تغييرا في النظام. تغيير الأنظمة كما حصل في تونس وفي مصر، والآن التظاهرات تستهدف أكثر من بلد عربي في منطقة الشرق الأوسط. تغيير الأنظمة لأن رأس النظام استحوذ وجاء بطريقة غير مشروعة ونوى أن يبقى بحالة أبدية ما امتد به العمر ويهيئ لابنه برئاسة وراثية. الوضع في العراق يختلف، وجمهورنا يعي جيدا من خلال شعاراته الرائعة ووعيه العميق وسبره لغور الحقيقة وتشخيصه للكثير من ملفات الفساد. كان كما عودنا شعبا معلما متأنيا ويتحدث بالمصلحة الوطنية العليا. لذلك أنا شخصيا لم أرى من خلال شاشات التلفزيون أنه شيء اسمه